قال لي من بيت الجيران. قلتله خايف من مين؟ قال لي من القفص هربان. قلتله ريشاتك وين؟ قال لي فرفضها الزمان. عصفور طل من الشباك وقال لي يا نونو خبيني عندك خبيني دخلك يا نونو. المنام دكتور سامي وين؟ في الأدب العربي هناك فن المقامة. الوراني جاء من تونس أو الجزائر إلى مصر، وجد بها أدباء لا يستطيع مجاراته، فعمد إلى فن حاكى به أبا العلاء في رسالة الغفران وسماه المنام، يعني الحلم، يعني ما رأى القيامة قامت وهو في الحلم، كما فعل ابن قزمان في الأندلس حين ابتكر الزجل. كان هناك شعراء كابن خفاجة وابن زيدون وهؤلاء الفطاحل. جاء ابن قزمان وجد نفسه تقصر عن بلوغ شأوى زملائه، فعمد إلى فن لا يحاكيه أو يشكل أحد، صار يقول الشعر باللهجة العامية الأندلسية على البحور الشهيرة. قصيدة حق الفضائل. حق الفضائل أن تعيش مؤبدا، لا أن تغيب من الحياة وتخمدا. والمكرمات خليقة بإشادة، ومن الإشادة إن طرت أن تحمدا. فاكتب بحبر النور كل فضيلة، وانشر بيان رقيها وتجندا. وانفض فلول شوائب علقت بما زاد الحروف توهجا وتفردا. واذكر غياهب ذات نور أشرقت، أحشاؤها تأبى المتاحف منفدا. تسعدك راضية وتكرم وافدا، فاربع هنالك واستزد متزودا. حرر ذهولك من قيود ذهوله، وامنح خيالك جرعة يصنع عدا. واعمل لسارية المنار بشطنا، فهي الأمان إذا الأمان تبددا. وهي الهداية والمعلم ضوءها، لا تلوي عنها واحترس أن تبعدا. واعلم بأن العلم أصل رقينا، واعلم بأن العلم أصل رقينا، وبدونه نحن الأدلة محتدا. نزيح حسود دعي الأحزان يا أمي، وهديني بعشق الأرض يزهر في شراييني. ولا تبكي على ماض يعذبنا، فما العبارة بعد اليوم تنشديني. دعيني أنسج السكنات من لحمي، إذا هبت رياح الغزل تغزوني. دعي صدري على الطرقات متراصا، يصد النار نحن النار تكويني. لتبقى خضرة الزيتون في وطني، ويبقى الصوت في أرضي فلسطيني. كفى حسنا أيا أمال، وانتشقي دمي درعا من الطلقات يحميني. كفي أمال رغم الجرح شانها، ورد القهر عن زرعي وسدوني. وصب الدم فوق الأرض ملتهبا، يصد كيان مغتصب يهدي. شكر جزيل لهم. أتمنى أن تنال إعجابكم.
الأدباء. ما أجمل هذه الأيام، لكن أيامها قبل الأوان، أيام كنا نعزف الألحان وما زلنا نعزفها إلى الآن. ألحان ما بعدها ألحان، هي أجمل الأيام وأجمل ما كان، لأننا لم نكن نحشر أنفسنا في الميدان وكنا نقتل الآلام. في أيام غاب الحقد الشر والنفاق وتحب الرفاق، فغابت معها الأحزان، لم تعد تظهر إلى الآن. ليتها تعود في الحال، لا إني أتوهم وأنسج الخيال. الزمن لا يعود ولا يقف، هذا محال. وجدت أن هذا حلم من أحلام الكبار، بأن يعودوا صغارا صغار ويتذكروا كأن الزمن الماضي جار. حينها حلمت حلما كبيرا لم يفهمه إنسان، ولم يدخل عقولهم الإحسان، وصاروا يهتفون هراء هراء، فمن كان يسمعه ينفجر من الضحك والبكاء. حلمي كان الحصول على مرتبة تليق بالأدباء. بدأت أحلم وأفتش بين كتب الشعراء، أبحث عن حجر يرضع، عن شجر يزرعني زرقاء يمامة، عن طفل في مزبلة الحي يناجي أحلامه. مرتبة تليق بالأدباء، عن بئر ظلت مهجورة، عن صورة حية لأمي لأم الرياحين. حييت جد على كرم فحييني، من بنت صعب إلى أم الرياحين. قد جئت أحمل شعري في الهوى بلدا، إني إليكم جد ممنون. من ذوب دالية تسقيك مهجتها، وجئتك اليوم ظمآنا لترويني. فأرجعيني إلى أصحاب مدرستي للأستاذ علي، فأرجعيني إلى أصحاب مدرستي. هل يرجع الدهر أحلام الحساسين؟ هذه وفود قصيد قد أتتك يدا، هبي إليهم وبالعينين فاسقيني. إن الثقافة في جد غدت مثلا، إن الثقافة في جد غدت مثلا. بلد التألق في شتى الميادين. فانشر جناحك واصلح في بني ودد. هاي خصوصي للدكتور رضا. فانشر جناحك واصلح في بني ودد، واهتف فإنك لحن من فلسطين. وآل غرة أعلى الناس هامتهم، وعطر سمعتهم ملء الشرايين. وآل عصبة نداف، عرفت بهم خير الأنام أباتا من أبيين. وكيرا عطت للأدب حبي، أفوض الفكر أولها شرار. لذلك جيت تكريمة ألبي، وخلي الصوت أحلى من الكفارة، أشاعركم
كما وعدناكم ولا نزال على الوعد مستمرين في سياسة التكريم لأصحاب الأقلام الماسية، فإننا ننحني بتواضع أمام الأقلام الرائعة وأمام من يمتلكون من ملكات الشعر الجميل والكلمات الهادفة. أتمنى لكم المزيد من العطاء والإبداع. شرفنا حضوركم وأهلا وسهلا بكم في بلدكم جد، والسلام عليكم. الله بأزكى العطور وأزكاها، نشكركم أحبتنا على هذه الحفاوة والاحتضان الدافئ لنا، مع تمنياتنا لكم ولبلدكم الطيب أن تبقى بيوتكم عامرة أبد الدهر. إخواني وأخواتي، نحن في رابطة نور الأمل للأدباء والشعراء كما أنتم جئنا لنحتفي بدكتورنا الغالي شاعرنا وأديبنا المبدع أبو جبران الذي تفانى من أجل رفعة المستوى الأدبي في وطننا الحبيب. أبا جبران، نحن فاخرون بك ووجودك بيننا ومعنا في كل طريق يؤدي إلى الفلاح والنجاح الأدبي الذي يشهد تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة بسبب الروابط والمنتديات المختلفة الساطعة في سماء الوطن. ولا أخفي عليكم أننا قد بذلنا ونبذل كل ما في وسعنا من أجل توحيد الروابط، وتم ذلك بالفعل بين نور الأمل ومنتدى جبران ورابطة أدباء وشعراء وادي عرة، ونطمح للانضمام الآخرين لنصبح جمعية تعنى بشؤون التربية والتعليم والثقافة والأدب ودعم الطلبة الجامعيين. مرة أخرى أرحب بكم جميعا أيها الأعزاء الذين حضرتم من الروابط والمنتديات وغيرها، فأنتم كلكم أهل العلم الذين نلتمس منهم قبسا من نور لنذوب دربنا العلمي والأدبي لنصل إلى الأفضل.